السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله في هذا الفيديو لقاكم كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه سهله عباره على كيك يومي ولا مسكوتشو. هذا الكيك اقتصادي غير ببيضه واحده، مكونات موجوده في كل بيت، اي وحده راح تقدر دير هذا الكيك. فقط تبعي المكونات والمراحل، ودايما نقولكم المراحل اهم من الوصفه، لانه بزاف اللي ما ينجحش معاها الكيك اليومي. شوفوا هذا الطريقة سهلة جدا، وكاين ديزاستيس باش ينجح معاك الكيك، باش يجيك طالع هش وما يجيكش معجن من داخل، لانه بزاف اللي ديرو تقول كي نحل الفور يهبط ما ينجح ليش. هذه الطريقة مبسطة، غير جربيها ونضمن لك راح تكون معتمدة عندك. الكيك درتو بنكهة البرتقال، رانا في البريود تاع تشينا نستغلوها في وصفات كيما هذو، وايضا تفرحوا بها عائلتكم ووليداتكم. ايضا رافقته بكريمة البرتقال، جات خفيفة بنينة. هيا نشوفوا مع بعض المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه بالنسبه للمول اللي راح ندير فيه الكيك، السمك تاعو 19 سنتيمتر والارتفاع 10 سنتيمتر. بالنسبه للنوعيه تاع المول تاعي ثقيل شويه، نعرفوا المول تاع المسكوتشو تاع بكري خفيف، انا تاعي ثقيل، دونك راح يدير الوقت بزاف في الفرن. واش درت؟ دهنته كامل بالزبده ودرت له الفرينه ونحطه في الثلاجه هكا باش الكيك تاعي يطيب في عقله. هذه تعتبر استيس باش ينجح معاك الكيك. اول حاجه راح ندير في غيسيبيون بيضه بحراره المطبخ. بالنسبه للكاس اللي راح نقيس به كامل المكونات، السعه تاعو 185 مليلتر. درت كاس سكر، قرصه ملح، وراح نخلط بالباتور حتى يضاعف الحجم ويتغير اللون، يصبح الخليط لون ابيض، راح يولي كلار كما راكم تشوفوا. بعدها راح نضيف نصف كاس من الزيت، نخلط بالباتور ونضيف الزيت بالتدريج. كما شفتوا الزيت راني ما كثرتش، درت غير نصف كاس، ونضيفها حتى نكملها كامل. البيض لازم يكون بحرارة المطبخ هكا باش تنجح لك الوصفة. بعدها راح نستعمل الضراب اليدوي باش نكمل كامل المكونات. زدت كاس حليب ناقص الصبع، كما قلت لكم الكاس اللي راح نقيس به السعه تاعو 180 مليلتر، وهو اللي راح نقيس به كامل المكونات. هذا الكيك درتو بنكهه البرتقال، عصرت برتقالتين وراح نقيس ندير نصف كاس. وضفت قشور البرتقال وزدت قشور الليمون، لانه انا من محبي الليمون. حوالي ملعقه اكل قشور الليمون وملعقه اكل قشور البرتقال. وراح نزيد مكون اخر اللي هو الياغورت الطبيعي، هو ايضا راح يخلي الكيك تاعنا قطني. العلبه تاع الياغورت فيها 120 غرام. وراح نضيف الفرينة، استعملت 2 كيسان. الفرينة تختلف من نوعية الأخرى، قادر تديلك 2 كيسان وقادر تديلك أكثر ولا أقل. المهم لازم ندير المواد الجافة في المصفاة نغربلها. هذه أيضا أستيس باش تخلي الكيك تاعنا يجي خفيف ومقطن، لازم المواد الجافة تغربلوها. بعدها راح نخلط ونضيف عصير ليمون حوالي 3 ملعق اكل، و2 ساشي تاع لا ليفور شيميك اللي هي الخميره الكيميائيه. هذه المرحله ايضا راح تخلي الكيك تاعنا يجي طالع. نعرفوا الخميره الكيميائيه كي نديروها في حاجه حمضيه هك كيما الخل ولا الليمون ولا البرتقال، شوفوا كيفاه راهي تتفاعل.
غير نخلطوها ونحطوها ديراكتومون على الخليط. اذا ما عندكمش الليمون تقدروا ديروا عصير البرتقال ولا الخل، هو ثاني يعتبر كمحسن. نضيفه للخليط ونخلط، نحاول ما نخلطش بزاف حتى نتحصلوا على هذا القوام، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل باش المسكوتشو يجينا خفيف. المول تاعي راح نديرو في البلا هكا باش يطيب في عقلو. نشعل الفرن تاعي على 180 درجة غير من تحت، ندخل الكيك مدة 40 دقيقة، ما تحلوش الفرن. كي تشوفوه انتفخ ونشف راح تشعلوله من فوق. انا دالي حوالي ساعة ونص في الفرن، كما قلت لكم حسب الفرن تاعكم وحسب المول اللي راح ديروا فيه الكيك. دايما 35 دقيقة الاولى ولا 40 دقيقة الاولى ما تحلوش الفرن هكا باش ما يهبطش ويطيب في عقله. لازم ندير هاد لاستيس بعود شواء ولا بالكوردون باش يجيني كامل مستوي السطح تاعو، ونخبط 2 خبطات باش نتخلص من الهواء اللي فيه. لازم ديروه في بلاطو هكا باش ما يزربش، يطيب بالخف. بالنسبة لكريمة البرتقال استعملت كاس عصير برتقال، نصف كاس نيستلي، اذا ما عندكش نيستلي عوضيها بالسكر، ملعقة صغيرة عفوا تاع قشور البرتقال، وكاس ماء. نخلط المكونات مليح وراح نضيف ملعقة مملوءة تاع النشا. اكتفيت غير بملعقة صغيرة لانه من بعد راني راح نزيد نضيف نشا. المرحلة هذه درت الكريمة تاعي خفيفة لانه راح نسقي بيها المسكوتشو. نحطها فوق النار مع الخلط المستمر حتى نتحصل على هذا القوام، ما يكونش ثقيل بزاف لانه نشا ما درتش فيه كمية كبيرة. نضيف ملعقة اكل ماهيش مملوءة تاع الزبدة ونخلط حتى نذوب لي، وندير الكريمة في بول، نغطيها بابي فيلم اون كونتاكت، نخليها تبرد. الكريمة درتها خفيفة باش نسقي بها المسكوتشو. والكيك تاعي راهو طاب كما قلت لكم، دالي ساعة ونص في الفرن. ندير عود شواء باش نتأكد باللي طابلي. اذا خرج عود شواء صافي ما فيش العجين يسمى المسكوتشو تاعك راهو طايب. كي نطفي الفرن على المسكوتشو خليوه ربع ساعة في الفرن، بعدها حلو عليه نخليه يبرد شوية، بعدها راح نقلبه في صحن ويتقلب لي فاسيلمون، ما يلصق في البلاطو ما والو. والطريقة كي نديرو الزبدة والفارينة طريقة ناجحة ومليحة. شوفوا الكيك تاعنا يجي خفيف هش اطري، وكما راكم تشوفوا غير ببيضة واحدة جانا طالع هش. بعدها راح ندهنه بالكريمة تاع البرتقال اللي كنا درناها مع بعض، ندهنه كامل. والكريمة اللي درتها راح نردها فوق النار ونضيف لها ملعقة صغيرة تاع نشا، كنت خلطها مع 3 ملاعق اكل ماء، نحطهم فوق النار ونخلط حتى نتحصل على كريمة تكون متماسكة، لانه حبيت نزين بها الكيك من فوق، دونك الكريمة لازم تكون متماسكة. وتقدروا ما ديروش هذه الطريقه، انا فقط كتزيين. تقدروا الكريمه ما تزيدولهاش الملعقه الثانيه تاع نشا. والكيك كي تقدميه كل واحد تعطيه المرصو تاعو ويزيد يدير صلصه البرتقال، لك الاختيار. وكتزيين درت شرائح البرتقال، واذا بغيتي تزيدي اوراق النعناع زينتها بقشور البرتقال. وزدت كلمسة أخيرة درت كان عندي البيستاش، زينته بالبيستاش هكا باش نكاسي لي كولور.
والتزيين دائما نقولك يبقى اختياري. وهذا هو الكيك اليومي الاقتصادي اللي درناه غير ببيضة واحدة. جربي هذه الوصفة ونضمن لك راح تنجحي فيها وتكون معتمدة عندك. نقطع لكم مغصو باش تشوفوه، تجي هشة طرية ماهيش معجنة من داخل، مع كريمة البرتقال جا ما شاء الله. وان شاء الله تعجبك الوصفة وتجربيها. نقولكم في امان الله، نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفة اخرى. السلام عليكم.